سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيطمن كل واحد قلبه وجعه إن ربنا قريب منه وعليم بحاله، فيقول له: ما يصيب المؤمن من هم أو غم. الهم حاجة في المستقبل خايف منها أو خايف عليها، والغم حاجة في الماضي، أزمة وجعاني ومش قادر أتخلص منها ولا أتحرر من آلامها. ما يصيب المؤمن من هم أو غم أو نصب، يعني تعب وإرهاق، سواء تعب جسدي أو تعب نفسي، أو نصب أو وصب، والوصب يعني المرض. ما يصيب المؤمن من هم أو غم أو نصب أو وصب، حتى الشوكة يشاكها العبد إلا كفر الله بها من خطاياه. وكان ربنا يقول لسيدنا النبي، ومدام الكلام للنبي يبقى متوجه لينا إحنا كمان، ربنا يقول له: قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. عارف لما حد يقولك أنا حاسس بيك وعليم بحالك، وربك كان يقول: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كأن ربنا بيقول للموجوع: اوعى تفتكر ان ربنا زعلان منك او بينتقم منك او نسيك في وسط عباده الكتار، ده انت في عينيه، يعني في العناية الكبيرة من الله. فأكيد عليم بالحال، وأكيد هيعوض، وأكيد الفرج قريب ببركة كثرة الصلاة على النبي والدعاء والثقة في عطاء وعوض الله.